كاين لحظات في الحياة كتكون أقسى من أي جرح جسدي، كتكون مضارب مع راسك ماشي على شي سبب بسيط، ولكن على شي إنسان خلى فيك شي أثر كبير للداخل. إنسان هجرك في أسوأ لحظة، إنسان لعب بالمشاعر ديالك، ولا شي إنسان حطم الثقة ديالك، أو إنسان كان خصو يكون سند ولكن كان هو أول واحد حطمك. وكتسول راسك كيفاش نرجع نوقف على رجلي، وكيفاش نرجع نكون أنا، وكيفاش ننسى. اليوم غادي نقول لك الطريقة خطوة بخطوة باش تجاوز أي شخص دمرك نفسيا، ماشي في نهار وماشي في يومين، ولكن بشجاعة بالطريقة الصحيحة. ولكن قبل ما نبداو كيف العادة متنساوش تصليو على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. أول خطوة هي أصعب خطوة، تعترف أنك مجروح. الإنسان اللي دمرك نفسيا ماشي ضروري يكون عدو، يمكن يكون شخص كنت كتعطي ليه أجمل ما عندك، اهتمام، حب، ثقة، ولكن هو ما كانش قد القيمة. ولكن واش عارف شنو كيوقع؟ أغلب الناس كيحاولوا يهربوا من الجرح، كيبانوا أقوياء قدام الناس ولكن في الأعماق هما غارقين. والعلاج الحقيقي كيبدا من جملة واحدة: أنا مجروح ولكن ماشي منهزم. بمجرد ما كتسميه كتولي فاهمه وكتخرج من الإنكار، ديك الساعة كتكون درتي أول خطوة نحو الشفاء. الشخص اللي كيجرحك بعمق غالبا ما كيجرحش قلبك فقط، ولكن كينوض العواصف في دماغك. علم النفس كيسمي هاد الحالة تروما بوند، يعني الرابط بينك وبين الشخص كيولي مختلط بين الحب والألم. كتكون كتحاول تبقى ولكن ما كتقدرش، كتحاول تبعد ولكن كتحس بالاشتياق. هاد التناقض كيقتل، ولكن ملي كتفهم ان المشاعر اللي عندك ماشي ضعف وانما ارتباط نفسي معقد، غادي تبدا تشوف الحقيقة بوضوح. الناس اللي دمروك نفسيا ما خسرتيش معاهم الوقت، تعلمتي، كبرتي، وعرفتي راسك اكثر. كاين دروس في الحياه ما كتجيش بالحب ولكن كتجي بالالم، وكاين اشخاص ما كيدخلوش لحياتك باش يبقاو، كيجيو غير باش يكشفوا لك شكون خصك ما تبقاش تكون. ربما جرحوك ولكن خلاوك تتعلم قيمه راسك، ودابا عندك فرصه تبدا صفحه جديده بروح اقوى من قبل. من بعد الالم والضياع كيجي الاعمار، هنا كتولي الحياه كتسولك شنو غادي تبني، وانت خصك تجاوب بالمستقبل ماشي بالماضي. اول حاجه الرجوع للاشياء اللي كتفرحك، بحال الهوايات ولا الرياضه. المهم ترجع الروح للاشياء اللي كانت كتغذيك. ثاني حاجه اللي هي الاهتمام بالصحه النفسيه، النوم، التغذيه والعقل وما الى ذلك، لان الحاله النفسيه كتلعب بزاف على الاعصاب. وثالث حاجه واللي هي مهمه بزاف اللي هي انك تحاول تبني محيط جديد. حاول تقلب على الناس اللي كيعطيوك قيمه واحترام وابتسامه، ما تبقاش عايش وسط اللي كيطفيوك. الانتقام الحقيقي مش انك تجرح الشخص اللي جرحك، ولكن انك تبني واحد النسخه من ذاتك اللي عمر ما يقدر شي واحد يدمرها مره اخرى. الانسان اللي خرج من تجربه صعيبه وقدر يرجع يوقف ويرجع يبني راسو ويرجع يحلم، هذا انسان خطير، هادئ وثائق في راسو وفاهم الحياه كيفاش غاديه. خلاصة القول ديال هادشي كله، ما كاين حتى شي انسان يقدر يدمرك مهما كان الدور اللي لعبوا في البدايه. انت اللي كتقرر النهايه، وانت اليوم قادر تداوي الجروح ديالك وتراجع راسك وتبني الحياه اللي باغي تبنيها. صوتك الداخلي غادي يقول لك كنتي ضحيه، ولكن ما غاديش تبقى ضحيه. وتيقني مستقبلك ما غاديش يشبه الماضي، نهار غادي تقرر تجاوز اي حاجه اللي غادي تعرقلك في الحياه ديالك.